واتساب عليكم يوتيوبيين ويوتيوبات، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات تجربه عيشتي في مصر، ودي هتبقى اول حلقه في رجوعي لامريكا. لو انت مش متابع السلسله وما شفتش الحلقات اللي فاتت، انصحك ترجع تشوفها عشان تتابع الموضوع من اوله وتفهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. اللي بيتفرج على السلسله وعارف ان انا لما نزلت مصر قعدت حوالي سنه وكنت مصفي كل حاجه عندي هنا في امريكا. فدلوقتي انا رجعت تاني وببدا تقريبا من الصفر، بمعنى ان انا لسه هشوف بيت ولسه هشوف الدنيا، لسه هفتح حساب بنك، لسه هجدد الرخصه، لسه في حاجات اساسيات بتاعت الحياه، حاجات انا لسه هعملها اكنها ما كانتش معايا قبل كده. والفيديو الاخير بتاع تقييمي لمصر واللي حصل معايا في مصر او الدنيا ازاي مشيت معايا في مصر لسه هينزل. بس بعد الفيديو ده هيبقى باختصار، هيبقى النهارده اول يوم انا هنزل اشوف فيه حاجه تتعمل، بمعنى هنزل افتح حساب بنك، النهارده هنزل اجدد الرخصه بتاعتي. فهوريكم معايا الدنيا بتمشي ازاي. في بعض الاماكن انا مش هينفع اصور، مثلا زي الدي ام في ده هو المكان اللي بتطلع منه الرخص بتاعتك. انا فقط بوريك الفارق ما بين هنا وعندك في مصر في سهوله التعاملات وفي التكنولوجيا وفي ازاي الدنيا بتمشي، عشان بس يبقى عندك فكره معينه وثقافه البلدين ماشيه ازاي. فزي ما قلت لك، لو انت ما تابعتش السلسله وما شفتش الحلقات من الاول، ارجع شوفها علشان تفهم ايه اللي بيحصل هنا. ويلا بينا نبدا اليوم بتاعنا. انا هنا في موتيل كده على الهاي واي، والموتيل ده بيبقى حاجه ارخص من الاوتيل شويه. قاعد في الموتيل ده يومين او 3 لحد بس مظبط الدنيا. انا هنا في نيوجيرسي، هخلص الرخصه بتاعتي وكل الكلام ده عشان انا مش هكمل هنا، انا هروح على تكساس. طبعا بما ان معناش عربيه دلوقتي هنضطر ان احنا نتمشى كده لحد اول بنك ونشوف اذا كان ينفع يطلع لي كارت في نفس اليوم ولا مش هينفع في نفس اليوم. انا عايز كارت في نفس اليوم عشان الحياه هنا كلها بتمشي بالكارت، يعني الكاش هنا قليل. يعني مثلا دلوقتي علشان اروح اخلص الرخصه المكان بعيد عني 20 دقيقه، فانا علشان اخد اوبر واروح لحد هناك لازم اعمل بوك لاوبر عن طريق الابلكيشن، لازم بكارت. فدلوقتي انا معيش كارت فمش عارف اجيب اوبر، فمش عارف اروح، لازم اجيب كارت الاول. فانا محتاج اشوف بنك يطلع لي كارت في نفس اليوم علشان اقدر اعمل ده، لان معظم البنوك الكبيره اللي ليها اسم وكده الموضوع بياخد معاها مثلا من 3 ل 5 ايام عمل علشان يبعتوا الكارت بتاعي. الحلو بقى في الموضوع هنا ايه، اول فرق في البلدين اللي موجود، ان هنا حتى لو انت على الهاي واي ده اللي هو الطريق السريع، يعني بيبقى دايما يكون في خدمات. فمثلا عند الاشاره اللي جايه اللي انا رايح عليها دي في البلازا دي بيبقى جواها مثلا سوبر ماركت، بيبقى جواها لوندري اللي هو المكان اللي ممكن تغسل فيه هدومك، فيها جواها مثلا بنك او 2، فيها جواها مثلا حاجات بتاعه تجميل وبتاع، فيها جواها جيم. فانت دايما في كل حته انت ما عندكش الامكانيه انك تتعطل او انك تتسوح، لان في اي وقت في حاجات حواليك. وطبعا مش في كل الاماكن ينفع فيها مواصلات عامه. انا هنا مثلا ايه قريب شويه من الكونتري سايد اللي هو ايه بدايه الجزء الريفي شويه من البلد، ده اللي انا كنت عايش فيه قبل كده. اتريلا. فبالتالي المواصلات العامه تبقى صعبه شويه. هنا عشان تعدي السكه بتدوس على الزرار ده بيحول الاشاره عشان تعرف تعدي السكه. تعرف تعدي السكه عادي من غير ما كان اهم حد يخبطك او حد يقول لك او حد يزمر لك او توك توك يخبطك من هنا او ميكروباص غشيم يعدي يخبطك. كل حاجه بنظام كده. شايف العلامه اللي عليها ايد دي؟ اول ما بتتحول لصوره بني ادم ده كده بيديني الصلاحيه ان انا اعدي. مفيش عربيه تقدر تخترق ده، او عربيه تيجي مثلا تخبطني او حاجه، او مثلا ما حدش يكون واخد باله. وبتكون كل حاجه منظمه كده، حولت انا اقدر اطلع عادي وملهاش هم اي حاجه، حتى مش محتاج ابص يميني او شمالي اصلا. وهنا بتلاقي ان حتى لو الطريق سريع، يعني الهاي واي اللي هو مثلا ما فيهوش ناس كتيره او كده، بتلاقي برضو الطرق نظيفه، بتلاقي الطرق متحافظ عليها، مش بتلاقي ايه اماكن، يعني مثلا ممكن تلاقي بعض الاماكن المعينه او حته مثلا معينه كده ايه مهجوره مثلا شويه، ممكن يبقى فيها مثلا شويه حاجات مش كويسه. بس في الغالب انت ماشي، انت كل حاجه pleasant to the eye يعني عينك تحب انك تشوفها، ما تبقاش قرفان منها، ما تبقاش مستاء من المنظر. احنا كده دخلنا البلازا. وينديز ده مطعم فاست فود زي ماكدونالدز بالظبط، اختلاف طبعا يعني الحاجات اللي بيقدموها بس. والبلازا بقى واسعه فيها بص حاجات كتير قوي. فاحنا هنروح الاول بنك اللي موجود هنا ونشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي فيه.
اول بنك هيبقى معانا هو فالي بنك. البنك ده مش مشهور اصلا، او يعني مش حاجه الناس كلها بتستخدمه، بس هيبقى بالنسبه لي حاجه مؤقته لحد ما ايه اظبط الدنيا وافتح في البنك بتاعي اللي انا متعود افتح فيه. والجيم اللي بروحه برده في نفس البلازا هناك كرونش فيتنس. الجيم ده اداني 3 ايام فور فري، 3 ايام ببلاش ان انا استعملهم. طلعت الجزء المصري بقى، قلت لهم انا اول مره اجي هنا وجديد، ممكن تدوني 3 داي باس علشان بس اشوف الجيم، عشان لو عجبني ممكن اشترك فيه. ده هيصلي الجمعه هنا ولا ايه؟ بس هنا الناس محترمه، بيقدموا لك شاي قهوه عشان وانت قاعد مستني وانت تبقى قاعد مرتاح، ما تبقاش قاعد مخنوق او حاجه. نسيت نضاره الشمس. اكتشفت ان البنك ده مش هيبقى فيه منه فرع في المكان اللي انا رايحه او في الولايه اللي انا رايحها بعد كده، فسبته وهطلع على بنك تاني. البنك معانا هو بنك اوف امريكا، فتقريبا يعني تقريبا من اكبر البنوك الموجوده هنا يعني. So refresh this whole thing. There's no real authenticating, right? So you gotta authenticate in CMC. خلصنا، عملنا الحساب في البنك خلاص، والموضوع كان سهل وبسيط وفي كل هدوء وبكل أريحية، وناس محترمة بيكلموك باحترام، وكل حاجة الكترونيك، يعني ما بتعملش حاجة اصلا بايدك ولا حتى بتمسك قلم. ولما كان حصل مشكلة علشان في حاجة على السيستم ما عرفتش تعملها، 2 مديرين جم على طول، مش مثلا في مدير بيتغدى والمدير التاني اصلا ما جاش النهارده او مش موجود تقعد تستناه. كل حاجة في ساعتها، واحسن معاملة واحسن سيرفيس. بص يعني تبقى انت بتعمل الحاجة مش ناقي هم انت بتعمل ايه، والحاجه بتخلص في ساعتها، مش بتقعد 2 و3 وتتشحطط رايح جاي عشان تعملها. هي بتبقى مواصله واحده وبتخلص الحاجه في ساعتها، فالموضوع بيبقى منتهي. دلوقتي انا مستني اوبر يجي ياخدني، وهروح للدي ام في، المكان اللي بتعمل فيه رخصه، هجدد الرخصه بتاعتي، وبعد كده هروح بقى ارتاح شويه لحد الفطار، نفطر، ننزل الجيم، بس كده. باترسون، يا دي ام في in Patterson. Let's go to Patterson. Well, good luck, man. Yeah, have a good one. So. 6 en el mostrador número 5. ودي زي لائحة كده مكتوبة ببعض اللغات عشان اللي مش فاهم اللغة الإنجليزية يجيب المترجم اللي هو عايزه اللغة بتاعته. وده مقر حكومي جوه البلد. في الجوازات في مصر، الجوازات اللي هي كلها لغات كانوا بيتكلموا إنجليزي بالعافية ومش عارفين يفهموا الناس. It takes about like 7 days, right, to get in the mail? First come to shove, maximum is about 20 days. Oh damn. Okay. However, you'll get a digital printout right now. I can drive with it, right? Yeah. Armor's all matches. Sure you have features or any of that. Nope. Sure. This paper, make sure everything is correct. Okay. Alright, you gotta take a step back. Sure. I'm gonna give you a dial, give me 1 second. Problems. Am I centered? Yeah, you're gonna look at the blue dot. Yeah. Is that right? No. I think he caught me off guard. Yeah. Right? Alright, that's the other one. They're usually the better ones, honestly. Yeah, I mean, it's not showing. I mean, if it's good, it's good. I don't know. I can see it. Trust me. Oh, perfect. Okay, great. Yeah, true. Yeah, you gotta keep it secure somehow. You're all set. Thank you so much. Appreciate you too. خلصنا تجديد الرخصة بنجاح، ودي الورقة الاحتياطية اللي امشي بيها لحد ما يبعتوا رخصة في الميل. بس الموضوع كان سهل جدا، حتى لما لقيت ان في مشكلة راحت هي مكلمة الباك اوفيس اللي هم الناس اللي اعلى منها يتأكدوا ان الرخصة تمام، كل حاجة تمام، اوكي، كملت، الموضوع انتهى. ما طلعش عيني يعني، واضطريت ان انا اروح 50,000 مبنى واكلم 50,000 واحد وادفع فلوس ل50,000 واحد عشان مشكلتي تتحل، والموضوع كله ما كملش نص ساعة. ناخد اوبر وهنرجع. اوبر برضو سهل جدا، مش حاجه اسمها كاش طبعا، لازم كل حاجه بالكارت، تدفع بالتليفون، المبلغ هو المسافه بياخدك من المكان اللي انت فيه، بينزلك على قدام الباب اللي انت نازله بالظبط،
مفيش بقى مفيش باقي ولا وادفع واسيب على المحفظه والبتنجانات دي كلها. هي 1+1=2. هنخش نريح. مع السلامة أستاذ عزام. لسه واخد بالي ان انا نسيت اصلا اجيب اكل للفطار، بس هننزل بقى نفس البلازا اللي انا نزلتها الصبح. انا مش قادر، عطشان اصلا. لا بقى ما تقوليش بقى انتوا قفلتوه تاني بقى. هو ما عادش بيجي ينضف الاوض ليه؟ كلمه في التليفون. هنبتديها بقى. Hello. Yes, can I get room service in 301? It's been the second day nobody came in here. I mean, that's the second day nobody came in, changed towels or anything. Okay, but I need new towels and new stuff though. No, I don't need to tell you that because they gotta come in by themselves. That's fine, okay, alright. هنود ولاد 60 يا شوبرايت. نروح بقى نجيب الفطار بتاعنا. هوريكم برضو معايا كده ايه، يعني ممكن ناخد لفة بس مش كبيرة في الماركت، علشان ايه انا اصلا جعان وعطشان مش عايز اضيع وقت. نشوفوا الاسعار والحاجة، انت فاهم، نشوفوا ايه الامكانيات اللي موجودة في مصر وكده، وقد ايه في فرايتيز وفي تنوع كبير في المنتجات. انا يعتبر عشان اون ذا جو يعني انا في ترانزيت كده، يعني مش ثابت في مكان. فاكتر حاجه ممكن اجيبها كويسه تنفع وبروتين بقى وبتاع، وفي نفس الوقت كارب وحاجه نظيفه، فراخ جاهزه ورز بيتعمل في الميكروويف. فهنا عندنا فراخ جاهزه. Oh shit, fresh ones? Yeah, There we go. it just came out from the oven, my friend. Perfect. Hold on. Alright. فاكهة كده لسه طالعة جديدة. بس نجيب رز أنكل بن ده رز بنحطه في الميكروويف 90 ثانية بيطلع مطبوخ زي الفل، وفي منه أطعمة كتير جدا. الحاجات الحلوة يعني مثلا أنت ممكن تجيب باب تارتس أو سيريال 2 ب$5. اي يعني الحاجات كلها اسعارها في المتناول، مفيش حاجه اسمها الحاجه دي غاليه عليا مش عارف اجيبها. انا ده بص مثلا على اللحمه كده، انا مش هجيب لحمه بس انا مش عارف اطبخ، بس بص ده مثلا راوند ستيك، يعني اللحمه دي اسمها راوند ستيك، ده النوع بتاعها. ده كده على بعضه كده عامل $5.84. دي مثلا للبيف راوند ده زي لحمه مفرومه كده برضه $9، بس ده 8 باوند. تانية مثلا أعلى شوية سواء كالكواليتي بتاعت اللحمة أو الوزن، يعني مثلا عامل $30، بس بص دي حجمها قد إيه وزنها قد إيه. أوكي، في حاجة زي كده دي ب$17، دي عشان كواليتي لحمة مختلف شوية. فبس عامة تلاقي الحاجة كلها في المتناول، يعني مفيش حاجة اسمها أصل كيلو اللحمة بقى ب$600 فأنا مش عارف أجيب لحمة للبيت. لا، هنا عايز تجيب لحمة فراخ سمك أي حاجة هتجيبها عادي، مفيش حاجة اسمها حاجة هتبقى غالية عليا مش عارف اجيبها. انكل بنز. فاحنا ايه عندك التلاتة ب$7، هو كان امبارح ب$6، هم غلوها كل يوم بيبقى فيه عروض مختلفة. فامبارح كان التلاتة ب$6، دلوقتي غلوها $، لانه اصلا في الطبيعي الواحد ب$2.69. كوكونات اسمه 2. واحد تاني ممكن نجيبه. امبارح انا جبت الفرايد اللي هو البسله ده ما عجبنيش قوي بصراحه، فممكن نجيب مكان مش عارف، باتر اور جارليك، زبده وتوم. كنت عايز اجيب دارك شوكليت، كنت هجيبها بس لقيت ايه يا معلم مكتوب بالعبري، قلت ابص كده اشوف معموله فين، لقيتها معموله في سويسرا.
قلت هي ليه سويسرا ومكتوب عليها بالاسرائيلي من تحت، انا ما بقتش فاهم. بس كده مش هلف كتير بصراحه عشان تعبان وجعان وعطشان وكل حاجه. فممكن في فلوج تاني او في فيديو تاني ناخد تور مثلا كده في الماركت ونشوف الاسعار بتاعت الحاجه ونقارن حاجات معينه، عشان بس يبقى عندك فكره عن الفرق. انه هنا الحياه ادميه شويه، بتديك الفرصه انك ما يبقاش عندك نقص في حاجه معينه. اللي عايز تجيبه هتجيبه، كل حاجه في متناول الايد. انت لو معاك بادجت $100 مثلا، بال $100 دي لو عايز تجيب لحمه هتجيب، وهتجيب فراخ، وهتجيب سمك، وهتجيب بطاطس، وهتجيب رز، وهتجيب حلويات، وهتجيب ايس كريم، وهتجيب فاكهه، وهتجيب حاجات كتير، وبيض ولبن، كل الكلام ده. انت بتبقى على حسب البادجت اللي معاك البادجت ممكن تجيب من خلال البادجت دي كل حاجه، بس طبعا الكميات بتفرق. على عكس مثلا في مصر انت بتبقى في حاجات الناس ما بتدوقهاش اصلا. ليه؟ عشان هي غاليه جدا. يعني مثلا السلمون ده لما انا كنت في مصر ما كنتش بشوفه اصلا. الاناناس ما كنتش بشوفه عشان الاناناسين اللي قد كده واللي طعمها مش حلو ب 250 جنيه. فليه؟ الصوصات يعني الصوصات بص، فرنش $2، كريمي فرنش او ايطاليان $2. حلو هنا يا معلم ان انت في كل حاجه ممكن تخيلها في منها الاوبشن بتاع الزيرو كالوري والزيرو شوجر، اللي هو بيبقى ما فيهاش سعرات وما فيهاش سكر. فكل العصائر اللي انت ممكن تتخيلها اللي انت نفسك فيها، بس مثلا انت عامل دايت او حاجه، ممكن تجيب الاوبشن بتاعها اللي هو زيرو ما فيهوش حاجه. دي كل انواع الريد بولات. الريد بوليه دي زيرو، بس ريد بول لا يعني بعد رمضان وبتاع. الايس تي هو اللي جامد بصراحه. احنا ممكن نجيبه ونعمله ونسقعه. وفي جيتوريد ده مشروب الكترولايت. الالكترولايت دي اللي هي البوتاسيوم والصوديوم اللي في الجسم، لما بتعرق وكده جسمك بيطلعهم، بيطلعوا مع العرق وكده، فبتحتاج تعوضهم تاني. فالالكترولايت درينكس هي دي اللي بتعوض الصوديوم والبوتاسيوم اللي جسمك بيخسرهم مع العرق. جيتوريد ده نوع من الانواع اللي فيها الكترولايتس. بس احنا يا معلم ممكن بقى نجيب حاجه مثلا زي كده بيتش مانجو. ده بقى فليفر للميه، ده طعم للميه. بمعنى ايه؟ انت بتحط الطعم ده في الميه، ده ما فيهوش غير 5 كالوري بس. بتحط الطعم ده في الميه مثلا في جالون ميه، بتبقى كأنك بتشرب مانجا بطيخ مانجا بيتش. يعني ايه؟ يا نهار اسود، خوخ، مانجا خوخ. احنا هنحتاج بقى نجيب جالون ميه علشان نعرف نحط فيه الكلام ده ونعرف نشربه، لان انا مش معايا. نشوف بقى نجيب جالون ميه منين. ميه جالون، عايزين جالون بيقفل. وده عامل $1. معايا اكل يوم بحاله مثلا 3 وجبات او 4 وجبات، عندك $8 زائد 7 زائد 2 زائد 1 ما كملتش 18 اول $20. ودلوقتي هنروح نحاسبه. وهنا بقى انت ممكن تحاسب لوحدك من غير ما تبص على كاشير، سيلف اوتوميتد، وبتعمل انت سكان للحاجه وبتدفع وبتتكل على الله. كده كان معايا $1 بس كده. حان وقت الفطار. رز، فراخ، Thousand Island دريسنج. ده الدريسنج ده شبيه شويه للدريسنج بتاع ماكدونالدز. ودي الميه بعد ما حطينا فيها البيتش مانجو اللي احنا جبناه، طعمها جامد وزيرو كالوريز يا معلم. تروي عطشك يعني. والآن بعد الفطار هيبقى فطارنا للجيم، هناخد تمرينة بول وبس.
كده يبقى اليوم بتاعنا خلص، خلصنا تمرين، وادي الوجبة التانية بعد وجبة الإفطار. فراخ، صدور فراخ ورز جازمين رايس، وهناخد بعدها 20 جرام كرياتين، 20 جرام مش 5، عشان انا بعمل لودنج فيز، لان انا كنت موقفه بقالي فتره، فانا بعمل لودنج فيز ان انا باخد 20 جرام كل يوم لمده اسبوع، وبعد كده هرجع ل5 جرام في اليوم العادي الطبيعي اللي انت تعرفه يعني. هنحط بس ايه ثاوزند ايلاند. الصوص ده، السوس ده الصراحه بيخلي الاكل جامد. المهم ان انت ما تحطش كتير، علشان ايه برضو ده فيه نوعا ما سعرات ايه عالية شوية، بس يدي طعم الاكل كده. هنخلص الوجبة دي ونشرب قهوة. ده هيفضل مكمل معانا لحد السحور، حتى يعني ده ايه اللي هشرب بيه الكرياتين يعني. جامد جامد. بس ودي كانت حلقة النهاردة، كده خلصت خلاص. اديك خدت فكرة عن بعض حاجات يمكن انت ما كنتش تعرفها قبل كده. يعني انا حابب ان انا اشارك معاك الحاجات دي واوريك الفرق ما بين هنا وهنا، البلد دي والبلد دي. ولسه الفيديو اللي جاي يعني مش عارف هيبقى اللي جاي ولا اللي بعده، هنقفل فيه قعدتي في مصر. يعني هنقفل فيه اللي حصل في مصر وآرائي الشخصية عن اللي حصل في مصر واللي حصل معايا شخصيا، وهنقفل بقى ايه قعدتي في مصر خالص، وبعد كده هنكمل بقى ايه حياتي العادية هنا كده، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. وده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامبز اب، اعمل سبسكرايب للقناة لو انت ما عملتش، واشوفكم في الحلقة اللي جاية ان شاء الله.